ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعاتي الوفيات، كيف حالكن؟ اليوم جيت لكم بواحد الأكلة في دقائق كما كيقولوا، سهلة جدا. تصلح بحال هكايا العشاء خفيف. كتجي جميلة جدا وسهلة، فخليكم معايا. البنات كنحتاجو فيها فرماج غابي ولا موتزاريلا. انا ما عندي فرماج حمر غابي. كنحتاجو، انا شديت بورو، قطعته رقيق وصوتيته شويه في الزيت ومليحه. كنحتاجو 3 البيضات، واحد شويه ديال الربيع معدنوس، العيش اللبناني، مليحه، بزار، لا صوص برجر ولا اي صوص عندك. ونبداو على بركه الله. البنات درت البيض، زدت عليه هذاك البورو، غنزيد عليه الربيع وغنضيف عليه البنات الفلفل الاسود والملحه ونطربو مزيان. حنا نديرو اومليت، فعلا هذه راه اومليت، هي شي حاجه مختلفه. كنوضعوها على النار، كنديروا واحد شويه ديال الزيت، شويه ماشي بزاف، ندهنوا فيها هذه المقله كامله. انا درت زيت الزيتون، تقدروا ديروا لي الزيت زبده اللي عجبكم. كندهنوها كامله مقيله. كنجيبوا اول حاجه الخبز ديالنا، كنحطوه هنايا، من بعد ما حطينا هذاك العيش على المقله اللي كنا دهنا بالزيت، كنكبوا فوقها هذاك الاومليطه كامله هكا. كنبقاو نمشيوها على كاع الجوانب خمسه. البنات من بعد ما طابت ليا الجهه ديال البيض، غنجيب الفرماج، ندير لها الفرماج كامل هكذا كامل. وهنا البنات من بعد ما درت الفرماج غابي، كنضيف فوقو لاصوص برجر. نتوما تقدروا ديروا اي صوص عندكم، كنرجع نكررها يعني ماشي ضروري صوص برجر. وكندير فوقو القرص الثاني ديال العيش، كنبقى نضغط عليه مزيان وصافي، غنبقى نقلب فيه تيطيب على جميع الجوانب. هنايا راه تحمرات لي على الجنب اللي كنت حاطاها عليه، غنقلبها مره اخرى وغنكرر هذه العمليه عده مرات. وهنايا راها جهزات وطابت، غنقطعها وغنحطها في طبق التقديم، وبالصحه والراحه. حبوباتي، هنا الوصفه ديالنا انتهت، رافقناها بصلصه ديال البرجر. كنتمنى تنال اعجابكم، ما تنساونيش باللايك والبارطاج والتعاليق زوينه، والى وصفه مقبله ان شاء الله.